على سلامتكم في داركم. اليوم عملنا مطبقة ونلاوي. تعرفوا النهار بدا يطول والعشويات بدات تطويل معاه، والواحد ديما في الصيف يلوج على حاجات خفيفة من نوع هذية، حاجات بنينة ودياري وعلى يدياتك. تبعونا خطوة بخطوة كيفاش عملناهم على قناتكم داركم. بالنسبة للمكونات نستحقوا 2 كيلو سميد أرطب يعني رقيق، وشطر باكو خميرة فورية، ورطل فارينة يعني الباكو هيك باش ناخو شطرو، وزيت زيتونة حسب ما يتطلب العجين، وملح. وبالطبيعة نستحقوا الماء الدافي باش نلمو به العجين. وبالنسبة للحشو عملت بطاطا قصيتها مربعات وقليتها، ونستحقوا تن زيتون مقصوص هريسة متاع سوق، خلطتها بالزيت زيتونة، وسلقت بيض وقطعته إلى قطع صغيرة. هذم هما المكونات اللي استعملتهم أنا. وزيدا تنجموا بالنسبة للحشو تزيدوا أي نوع متاع جبن متوفر عندكم. نبداو توا في تحضير العجينة متاعنا. خليط صفية، تنجموا تاخدوا صفية ولا غربال، المهم حاجة كبيرة. غربلت الباكولون متاع السميد، وهذايا الباكو الثاني باش نغربلوه زادا بنفس الطريقة كيف ما تشوفوا معانا. وتوا باش ناخد شطر باكو الفرينة يعني ارطل باش نغربلوها هي زادا هكايا. وتوا زدت شطر باكو الخميرة فورية، وخلط المكونات الكل مع بعضها. وتوا ضفت الملح وباش نعاود نخلط. حاجة سهلة على الاخر راهو. هكا واحد ديما هكا في العشوية يشتهي حاجة هكا معمولة في الدار وحاجة فيها جو، خاصة كيف تتلم العائلة مع بعضها وناس الكل كتعاون بعضها، فيها برشا جو. وتوا بديت ألم في العجينة متاعي بالماء الدافي. الماء لازم يكون دافي راهو، والعجينة ما تكونش طرية وما تكونش يابسة، في المتوسط. ديما اللم ونزيد الماء بشوية حسب ما تتطلب العجينة. الماء نلمه بالسياسة، وكل مرة نزيدو الماء بشوية بشوية. احنا توا حشتنا انه نتحصلوا على عجينة متماسكة، ولا هي طرية ولا هي يابسة، متوسطة. نبقاو هكاكا كل مرة نزيدو في الماء ونلمو حتى تتلم معانا بالكدا كيف ما قاعدين تشوفوا معانا. نزيدو هكايا نلمو العجينة بالكدا، وبعد باش نلموها باش نحطوها فوق الطاولة وباش نعركوها بالكدا بالكدا. وتوا حطينا العجينة فوق الطاولة، وقبل هذاك الكليكا الطاولة ادهناها بالزيت زيتونة باش العجينة ما تتلصقش فيها. وبدينا نعركو في العجينة، وكيف نعركوش بالكف خاطر العجينة تتقطع، يعني منستخدموش الكف، ديما نعركو بصوابع ايدينا. نعركو العجينة بالكدا لين تولي تترشق. وكيف تحسوا هكا العجينة يابسة، تجيبوا صحفة فيها ماء تغطسوا فيها يديكم، دوب بلاش تغطسوهم وترجعوا تعجنوا بالطريقة اللي قلنا لكم عليها، بصوابع يديكم مش بكف يدك، خاطر العجينة تتقطع معاكم كان تعجنوها بكف اليد. ولهنا قسمنا العجينة على 2 باش تسهل في العركان متاعها، يعني باش نعركو بشوية بشوية. كيف ما قلت لكم كيف تولي العجينة الترشق وقتها تكون سي بون حاضرة.
بالطريقة هذه تكون العجينة تعركت معنا بالكدا، وكيف هكا تمسوها تلقاوها ماهيش طرية برشا وماهيش يابسة، كيف ما قلت لكم حاجتنا بها في المتوسط. ونتعداو توا للمرحلة اللي بعدها. خذينا الزنقة اللي عجلنا فيها العجينة أول مرة وحطينا في القاع متاعها زيت زيتونة، وبدينا نقصوا في العجينة الكعابر الصغار، هكا نخدموهم شوية بيدينا ونحطوهم في وسط الزيت باش العجينة ما تشيحش معانا. يعني نكملوا نقسموا العجينة الكوليكا بالطريقة هذيك، نواصلوا بنفس الطريقة حتى لين نكملوا العجينة اللي عنا الكل، ومن بعديكا نغطيوها بالمنديلة وشطر العجينة الاخر باش نعركوه زيادة ونعاودوا نقسموه كما توا قاعدين تتفرجوا فينا. نكملوا العملية ونرجعوا لكم. وهذه هي العجينة بعد ما كملت خدمتها. كيف ما قلت لكم شطر العجينة الاول بعد ما خدمته راني غطيته بالمنديلة، ومن بعديك رجعت نعرك في الشطر الثاني وعملته بنفس الطريقة. ضروري انكم تغطيوا بالمنديلة باش العجينة ما تشيحش معاكم. وتوا باش نغطيها انا بالمنديلة ونخليها ترتاح مدة نص ساعة باش تسهل لنا وقت الخدمة متاعها. بعد ما العجينة مرتاحت انا خديت لنا طاجين الملاوي عندي زوز. حطيتهم على نار هادية ودهنتهم بالزيت وخليتهم حتى يحميو معايا بالكدا. نبداو توا نحلو في كعبة الملاوي متاعنا. باش نبداو بالملاوي كيف العادة الطاولة مدهونة بالزيت، ونبداو نحلو كعبة الملاوي بالطريقة هذه. وديما بحذاكم الزيت زيتونة باش تحلو بيه. الزيت اللي صبيناه في قاع الزنقة قاعدين نحطو فيه. كيف ما تشوفوا الزيت يعاونكم باش تحلوا الورقة، وكل ما تحل ورقة الملاوي كل ما خير، كل ما تجيك أبن وتمشي معاك راهي العجينة، على خاطر ما قطعناهاش وقت اللي احنا قاعدين نعركو فيها. معناتها كل ما تجبد كل ما تعمل هي تتحل معاكم بالطريقة هذه. وديما تدهنوا بالزيت. ونبداو توا نطويو في كعبة الملاوي متاعنا. يعني بتاخو من الطرف وتطوي وتدهن بالزيت، وتاخو الطرف الاخر تحطه على اللولاني وزيدا تدهن بالزيت، والاطراف الكل معناتها تعملوها مربعة بالطريقة هذه وتخليوها ترتاح. وديما وقت تجيو تطيبوا تبداو بالكعبة الأولى اللي خدمتوها. وتوا باش نبداو نخدموا معاكم كعبة المطبقة ما بين كعبات الملاوي ارتاحوا. خذينا عجينة وبدينا نحلو فيها كيف العادة بالزيت. الفرق لهنا اللي كعبة المطبقة ما تتحلش برشا كيما الملاوي، يعني جست هكا باش نعملوها مدورة. اكيد تنجم تتحكم في الحجم، كان تحبوها كبيرة تكبروا، كان تحبوها مع اصغر تصغروا. ديما تبلوا يديكم بالزيت وتحلوا كيف ما قاعدين تشوفوا معنا بالطريقة هذه. وتوا بديت نحط في وسطها في الحشو. اول حاجة حطيتها الهريسة. تنجموا تحطوا صوص دو تومات اللي ما يحبش الحار. وتوا حطيت البطاطا المقلية وشوية زيتون مقصوص. وباش نكمل زيادة نحط التون، وما ننساوش العظم المروب. واكيد اللي عنده اي نوع متاع جبن نجم يضيف له، ينجم يحط جبن مثلثات طوابع موتزاريلا كيف ما تحبوا. ولهنا خذيتها وطويتها على اثنين وننزلوا بصابعنا باش تتسكر الكعبة بالكدا ونهزوها نحطوها على الغناي كيف ما قاعدين تشوفوا معانا. هذه هي الكعبة الاولى متاع المطبقة. وهكيا كعبة الملاوي ارتاحوا. ديما ناخدو اول كعبة خدمناها. خذيت الكعبة الاولى وبديت هكا نحل فيها بشوية بالزيت هكا كيف العادة، نغطسوا ايدينا في الزيت ونحلو. ما نكبروش برشا باش نجمو نهزوها ونحطوها على الغناي بالطريقة هذه.
هكي تكون تهزت معانا ونحطوها على الغناي. وفي الغناي تنجموا تزيدوا تكبروا كيف ما تحبوا انتوما، معناتها تنجموا تزيدوا تحلوها على كبر الغناي والا تكتفيوا بالحجم هذايا ونخليوها توا تطيب في عقلها. وهذه هي كعبة الملاوي طابت في الوجه الأولاني وقلبناها. لازم ديما تقلبوا وتشقلبوا لين الكعبة تطيب معاكم بالكدا بالطريقة هذه. هذا كعبات المطبقة حبيت نوريهم لكم وهما قاعدين يطيبوا كيف المطبقة. ديما تقلبوا وتشقلبوا على الوجهين لين يطيبوا، ومن بعديك كيف ما تشوفوا توقفوها على حافة الغناي باش كل بارتي اللوطانية هذيك تطيب معاكم بالكدا. نكملوا توا نطيبوا بقية العجينة بنفس الطريقة اللي وريتها لكم. احنا باش نعملوها شطر مطبقة وشطر ملاوي. نكملوا الخدمة ونرجعوا لكم. وهذا هما كعيبات الملاوي والمطبقة اللي حضروا معانا. حبيت نوريهم لكم قبل ما نكمل. ياسر طلعوا بنين على الاخر. بالحق مذاق عالمي والريحة فاوحة. جربوهم للعشويات وللقعدات وللسهريات. وهذه كعبة المطبقة من قريب شفتوها كيفاش معناتها ظاهرة معبية ومشخشخة. ياسر بنينة طلعت. وهذا هو الملاوي عملته أحجام. عملت حجم هكا صغير، شفتوه كيف جاي ياسر يشهي. وعملت حجم كبير، حبيت نعمل الزوز. وزيت زيتونة كي تخدموا بيه ياسر يعطيكم مذاق عالمي خير من زيت الحاكم وحاجة صحية وأنفع. وهذه هي المطبقة قصيتها على 2 وحبيت نوريكم الحشو كيفاش يظهر من داخل. بصراحة حاجة طيارة على الاخر وحاجة هكي تعمل جو وهكا وتحس العائلة ملمومة وفيها معناتها الحركة والجو. وهذا الملاوي من داخل حبيت نوريه لكم كيفاش جاء مورق. كالطويات اللي عملناهم واحنا نخدموا في كعبة الملاوي، ويجيكم من داخل مورق وهشوش وبنين على الاخر. الملاوي راهو تنجموا تاكلوها في فطور الصباح مع الحار مع الحلو كيف ما تحبوا انتوما. وتنجموا زاده تحطوا في ساشي وتخبيوها في الفريجيدير، ومن غدويكا الصباح تعاودوا تسخنوه على الغناي يرجع كأنه طايب في وقته. ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم. ما تنسوش تخليونا تعليق وتشتركوا بالقناة وتعملونا جيم وشجعونا ديما باش نقدموا لكم أفضل الوصفات. وإلى اللقاء في وصفات قادمة على قناتكم داركم.